السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ نور. هشا تكونوا كامل لاباس وبخير يا رب. اليوم جات لكم بوصفه جديده اللي هي وصفه العسل، لكن هذا العسل راح يكون بالتمر بطريقه صحيه سهله وبزاف بنينه لاصحاب الرجيم والمرضى السكري وكذا الناس اللي تحب تاكل الاكل الصحي. هذه الوصفه خلوها عندكم باسكو ان شاء الله حنديروا بها بزاف معسلات لهذا الشهر الكريم. لكن قبل ما نبداو فيديو اليوم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات باش يحكم كل شيء جديد. وبلا ما نطول عليكم ندوزوا للوصفه. هنا اول حاجه عندي 700 غرام تاع التمر، كنت غسلته مليح ايضا ونحيت له النواه. انا ماشي مهم نوعيه تاع التمر، ماشي لازم هذاك الغالي. الان نجيبو هاد التمر نحطوه في بول يكون واسع كما راكم تشوفوا، وهنا حنضيف عليه لتر ونص تاع ماء مغلي، يعني كوس ساخن جدا. الكميه تاع الماء تكون دائما هي ضعف الكميه تاع التمر. كما هنا حطيت 700 غرام تاع التمر، حنحط معاه لتر ونص تاع ماء ساخن جدا. حنغطي هاد التمر ونخليه حوالي ساعه حتى يبرد هاد الماء وهذاك التمر يطرى. هنا كما راكم تشوفوا بعد حوالي ساعه، بعد ما برد لي هاد الماء والتمر طرالي، حنجيب البراميكسور وحنميكسي مليح هاد الخليط. الان بعد ما ميكسيت مليح هاد الخليط كما راكم تشوفوا، جبت هنا قدر وعليه الكسكاس ديالو. ايضا هنا جبت قماشه كنت عقمتها يعني تكون نظيفه جدا. واش حندير؟ حنحطها في هذاك الكسكاس وحنفرغ عليها الخليط تاع التمر هذاك. الان حنلم هاد القماشه كما راكم تشوفوا وحنبدا نعصر فيها حتى نخرج كامل الماء اللي كاين. هنا نبقاو نعصروا في هاد القماشه حتى يخرج لنا كامل الماء اللي كاين. والان هاوليك بعد ما كملت بقى لكم هاد العجينه كما قلت لكم، ما ترموهاش، خبوها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور لانه غنيه بالفيتامينات والالياف، تقدروا تضيفوها في الكيكات وحتى في العصائر الطبيعيه. الان هذاك الماء اللي خرجنا نحطوه في كسرونه ونحطوه على النار تكون عاليه. بعد ما يبدا يغلي نقصوا النار ونخلوه على نار متوسطه، ونخلوه هكاك حتى نلحقوا القوام اللي رانا حابينه. هنا كي تخرج معاكم الرغوه نحيوها كما راكم تشوفوا. الان هنا كما راكم تشوفوا بعد ما نقصت لي بزاف الكميه تاع الماء، كي تحبوا تشوفوا القوام تاعكم تستيوه، حطوا شويه من هذا العسل في صحن صغير وخليوه حتى يبرد. اذا كان هذاك هو القوام تاعكم لكم حابينه طفوه ولا خلوه يغلي لوقت اطول. انا هنا حنخليه يزيد يغلي شويه لانه مازال ما لحقش القوام اللي راني حباته. والان هاوديك العسل بعد ما برد، شوفوا هنا القوام تاعو يعني جاء والله بزاف بنين، وحضرناه بطريقه سهله. كما قلت لكم يوالم بزاف اصحاب الرجيم واللي عندهم امراض مزمنه وكذا الناس اللي تحب تاكل اكل صحي. خبوا هذه الوصفه عندكم لانه ان شاء الله كما قلت لكم حنديروا معسلات لهذا الشهر الفضيل. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها، واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات بيحكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفات جديده ان شاء الله. صح فطوركم.